تعالوا شوفوا شكل وحجم النادي الاهلي عامل ازاي في نظر السعوديين يا اعداء النجاح يا بتوع افضل قلعه رياضيه في مصر، يا اللي النادي الاهلي للشباب اكتسحكم في عقر داركم بنتيجه 3-2 مع الرأفة. النادي الاهلي للشباب. شوفوا السعوديين بيقولوا على النادي الاهلي، شوفوا الجمهور السعودي ازاي بيتغنى بالنادي الاهلي. وشاهد شاهد من غير اهلها. افتخر ان انت طلعت بتشجع النادي الاهلي مش اي نادي اخر. التدخل ووضع حل للاهلي المصري. يا جماعة الخير، حققوا لقب الدوري 44 في تاريخهم رسميا. الفرق بين الاهلي والزمالك 30 لقب دوري. النادي الاهلي عمره 117 عام، محقق 152 بطولة. تخيلوا جائزة دوري ابطال افريقيا من عام 2000 الى الان حققوها 10 مرات، الدوري المصري 16 مرة، السوبر المصري 14 مرة، السوبر الافريقي 8 مرات، كأس مصر 8 مرات، جائزة افضل نادي في افريقيا 6 مرات، الجلوب سكور مرة لافضل فريق في الشرق الاوسط. تخيلوا جائزة نادي القرن سنة 2000. هذه الإنجازات كلها من عام 2000 في 24 عام فقط. طيب التاريخ هذا كله كتب، إيش في بعد كذا يا أهلي؟ خلاص فيفا خلوا المصري يشارك في كأس العالم للمنتخبات، ممكن يحققها، ممكن نحصل البرازيل 5، ألمانيا 4، إيطاليا وإنجلترا نسخة، وإسبانيا نسخة، ونحصلها المصري معها نسخة، ممكن يحقق نسخة. شفت الجمهور السعودي ازاي بيتغنى بالنادي الاهلي وعظمه وتاريخ النادي الاهلي والبطولات اللي حقق النادي الاهلي في اخر 20 سنه فقط. افضل قلعه رياضيه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا النادي الاهلي من غير اهلها. ما جبتلكش حد من الداخل، جبت لك الجمهور السعودي اللي هو في قاره اسيا. شوف ازاي بيتكلموا عن النادي الاهلي وبيتغنوا بالنادي الاهلي ولابسين تيشيرتات النادي الاهلي من عظمه النادي الاهلي والارقام القياسيه اللي عمال يحطمها النادي الاهلي في كره القدم وفي كره اليد وفي مختلف الفروع والمجالات بالفعل. ومع ذلك البعض شايف النادي الاهلي فريق قد كده وشايفين ان هم افضل من النادي الاهلي وهم افضل قلعه رياضيه في مصر. وشاهد شاهد من غير اهلها. طب ينفع افضل قلعه رياضيه في مصر زي ما هم بيزعموا ان هم افضل نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط يخسر من فريق ما حصلش درجه ثانيه؟ هو بالفعل بيلعب في الدرجه الثانيه او الثالثه، بتروجيت بيفوز على نادي الزمالك بنتيجه 2-1، وبعدها النادي الاهلي والشباب النادي الاهلي بيفوزوا على نادي الزمالك في 100 عقبه في عقر دارهم بنتيجه 3-2 مع الرأفة، رغم احتواء الحكم لنادي الزمالك في هذه المباراه ومجاملته لنادي الزمالك. حسب لنادي الزمالك اكثر من 10 دقائق وقت محتسب بدل الضغط، ومع ذلك طالعين يقولوا ان احنا اللي كسبناهم بالاحتواء. في النهايه مش هقول غير جمله واحده فقط، افتخر ان انت طلعت بتشجع النادي الاهلي المصري مش اي نادي اخر.